السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. الأحداث ساعات لما بتحصل بتكون كاشفة وبتكون فيها حاجات مهمة جدا. علشان اللي ما فهمش إن عبد الفتاح السيسي جاي مهمته الوحيدة هي تنفيذ مصلحة إسرائيل يفهم. علشان اللي ما فهمش إن عبد الفتاح السيسي مجرد جاسوس وعميل لإسرائيل يفهم. في دليل على الكلام ده؟ في دليل، والمرة دي بقى الدليل كبير قوي. ببساطة كده عشان ما اطولش على حضراتكم. يعني حضراتكم يمكن تكونوا سمعتوا في ال 24 ساعة اللي فاتت، 48 ساعة اللي فاتت، عن مشروع تصويت في الأمم المتحدة عن موضوع الاستيطان. وأمريكا يعني تسربت أخبار لإسرائيل إن أمريكا مش هتستخدم حق الفيتو، وبالتالي هيصدر قرار ضد الاستيطان. يعني وده هيدين إسرائيل بشكل كبير جدا. طيب، في دليل على الكلام ده؟ في دليل هوري لحضراتكم دلوقتي. الفيديو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لما عرف ان امريكا يعني مش هتستخدم حق الفيتو، الحقيقة نزل فيديو على صفحته الشخصية واتكلم ان يعني ان لازم امريكا تستعمل حق الفيتو عشان تنقذ اسرائيل. وان هم متوقعين دايما من امريكا انها تستخدم حق الفيتو في اي قرار بيدين اسرائيل، وكان واضح عليه القلق الشديد جدا. عشان كده طلع اول مره بنيامين نتنياهو يطلع في فيديو يطلب من امريكا ان هم يستخدموا حق الفيتو. قبل كده كانوا بياخدوا حق الفيتو يعني اوتوماتيك من غير ما يفكروا يعني. لكن المره دي الموضوع مختلف. الموضوع دلوقتي احنا في مرحله انتقاليه بين ادارتين. إدارة أوباما هي اللي موجودة دلوقتي، ودونالد ترامب خلي بالكم وقف مع يعني وقصدي نتنياهو وقف مع دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية ودعموه بشكل كبير جدا علشان مواضيع كتير جدا، موضوع النووي الإيراني وموضوع نقل السفارة الأمريكية للقدس وموضوع دعم الاستيطان ومواضيع كتيرة جدا. ف يعني فالوضع دلوقتي مختلف جدا وحساس. فلما بنيامين نتنياهو عمل الخطاب بتاعه اللي هوريه لحضراتكم دلوقتي، ولقى برضو ان إدارة أوباما مصممة انها ما تستخدمش حق الفيتو عشان تنقذ القرار اللي كان هيطلع ضد إسرائيل، اللي حصل انه اتصل بالعميل عبد الفتاح السيسي علشان يطالب بتأجيل التصويت على القرار، علشان الجلسة الجاية يكون استلم فيها دونالد ترامب. وطبعا دونالد ترامب هيديهم الفيتو اللي هم محتاجينه اوتوماتيك بدون يعني اي كلام وبدون اي تفكير. فبكده يبقى عبد الفتاح السيسي انقذ اسرائيل من قرار اممي كان ممكن يدين موضوع الاستيطان، وكان ممكن فعلا يبقى نقطة مهمة في اتفاقيات، لو في اتفاقيات او في حاجة في المستقبل يبقى في ادانة لموضوع الاستيطان. علشان ما اطولش حضراتكم خلينا نشوف خطاب نتنياهو اللي كان طالع بيطالب فيه يعني إدارة أوباما إن هم يستخدموا حق الفيتو زي ما كانوا بيستخدموه في الماضي. تعالوا نشوف مع بعض. Israelis deeply appreciate one of the great pillars of the U.S.-Israel alliance, the willingness over many years of the United States to stand up in the UN and veto anti-Israel resolutions. I hope the U.S. won't abandon this policy. I hope it will abide by the principles set by President Obama himself in his speech in the UN in 2011, that peace will come not through UN resolutions, but only through direct negotiations between the parties. And that's why this proposed resolution is bad. It's bad for Israel, it's bad for the United States, and it's bad for peace. الكلام ده حضراتكم مهم جدا، مهم لأقصى درجة، لأن كده فعلا عبد الفتاح السيسي بيثبت لنا كل يوم انه مجرد جاسوس لإسرائيل، مجرد عميل، مجرد شخص مهمته الوحيدة انه يدعم إسرائيل واستمرار إسرائيل في المنطقة، ويدعمها كمان في المحافل الدولية وفي كل مكان، وعسكريا زي ما شفنا اللي بيحصل في سيناء، وازاي القوات الإسرائيلية والطيران الإسرائيلي بيدخل في سيناء ويخرج ومحدش يعني بيتحكم فيه. فإذا يعني وجود عبد الفتاح السيسي الجاسوس مهم جدا لإسرائيل بسبب انه بيدعمها في الأمم المتحدة، وبسبب انه بيدعمها في كل حتة، ومديهم الإيد العليا في سيناء، ومديهم الإيد العليا في المنطقة.
اعتقد ان احنا شفنا في التاريخ امثله كتير زي كده، زي ما شفنا في سوريا موضوع إيلي كوهين اللي كان وصل برضه لمرحله عاليه جدا وبعد كده تم اعدامه. فالموضوع ده مش جديد. طيب خلينا نرجع لموضوعنا تاني. نقطة مهمة جدا برضو عايز أقولها لحضراتكم. في أي أدلة تانية إن عبد الفتاح السيسي جاسوس؟ تعالوا نشوف مع بعض كده شوية مقتطفات من تاريخ انتخاب عبد الفتاح السيسي. تعالوا نشوف شوية حاجات كده، وأنا مش هقول لكم رأيي، يعني أنتوا احكموا. يعني أنت وضميرك احكم بنفسك. يعني عايز حضرتك تشوف الحاجات دي وتحكم بنفسك، بالذات بعد الموضوع الأخير. احكم بنفسك وشوف هل ده فعلا شخص يهمه مصلحة مصر، يهمه مصلحة الدولة العربية، يهمه مصلحة أي حاجة تانية غير إسرائيل. اتفرج بنفسك وشوف. انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، تلقى سيادته اتصالين هاتفيين من الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتهنئة بالفوز في الانتخابات. لا نسمح بأن أرضنا تشكل قاعدة لتهديد جيرانها أو منطقة خلفية لهجمات ضد إسرائيل. عبد الفتاح السيسي or Mubarak or maybe even Morsi. No, for sure, Sisi is much better than Morsi. I cannot compare Sisi to Mubarak because Sisi is not the ruler of Egypt, and we have to wait and see how he's going to behave. But there is no doubt, for Israel, Sisi is much better than Morsi. حاجة رقم 2، احنا بنأكد ان احنا لا نسمح بان ارضنا تشكل قاعدة لتهديد جيرانها او منطقة خلفية لهجمات ضد اسرائيل. النهارده الصبح الناس اتفاجئت بخبر غريب جدا وصل لحد الصدمة والذهول عند البعض. مفيش مواطن مصري كان قادر يستوعب الخبر ده. الخبر الغريب قال ان مصر صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إسرائيل لمنحها عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة. وبالمناسبة الموضوع ده يعد سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس كيان الاحتلال الإسرائيلي في عام 1948. أعتقد على أن هناك تغيير في الإعلام المصري، وأعدت بالشكر والفضل للرئيس الحالي المصري عبد الفتاح السيسي، والذي نتذكر إذا تذكرت معي طبعا فراس بأن قبل أن يترشح للرئاسة اعترف عبد الفتاح السيسي بأنه ابن لحارة بار اليهودية. الذي رتب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس أوباما على هامش اجتماعات الأمم المتحدة هو بنيامين نتنياهو. وأنا بقول معلومات ومع الوثائق اللي بتأكدها. وبدأ الموقف الأمريكي يتغير. يعني اعتقد ان بعد اللي شفناه ده يا جماعه ان عبد الفتاح السيسي يعني بيدعم اسرائيل كمان اعلاميا، والاعلاميين الاسرائيليين بيشكروه، وبيدعم اسرائيل كمان في الامم المتحده في مرات عديده قبل كده، غير المره اللي انا بتكلم على حضراتكم فيها دي اللي هو انقذهم من قرار يدين الاستيطان. وبيدعم اسرائيل في كل حته، والاسرائيليين بيشكروه وكانوا شايفينه ان هو الاختيار الافضل. هو طبعا الاختيار الافضل ليهم مش لينا احنا. مصر دوله عريقه، مصر دوله حاربت للقضيه الفلسطينيه
من سنة 48 ودفعت عشرات الآلاف من الشهداء. لكن اللي موجود دلوقتي ده عميل وجاسوس لا يمثل المصريين، وأتمنى ان الإخوة في الدول العربية يعرفوا ان عبد الفتاح السيسي ده مجرد جاسوس لا يمثل المصريين على الإطلاق. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.